السلام عليكم. اخواتنا السودانيين اللي داخلين يعلقوا خلاص على الموضوع اللي حصل في معبر اركين، اقسم بالله انا ما في نيتي اي حاجه، علشان في ناس بتعلق تعليقات غريبه من غير ما تسمع الفيديو كله اصلا. انا كل اللي في دماغي ان السودانيين ربطوا ماتش كوره بناس قاعده عندهم في المعبر، بس كده. دي ناس داخله ضيوف عندك، في بقى تخليص ورق، في حاجه ناقصاهم في اوراقهم، ايا كان ايه اللي هم فيه، مالهمش ذنب ان هم في شهر الخير وشهر القران شهر الصيام ويجوعوا. تخيل انت بقى لو واحد سوداني هنا في مصر وقال انا جعان، وراح لاي مصري، اي مصري لو مش لاقي ياكل، لو افقر مصري، اقسم بالله ما هيسيبه يمشي الا لما ياكله. وانا متاكد مليون في الميه اي مكان بيخش فيه اي حد غريب في مصر بيتضايف احسن مضايفه واحسن مقابله واحسن اكل واحسن كل حاجه. فانا اللي مزعلني والحوار اللي بتكلم فيه اصلا ان ازاي الناس دي عندكم في السودان اللي معروفه ببلد الكرم وبلد مسلمين وناس هتصوم بكره ما يستحروش، واحد منهم طلب ميه ما يشربش، ناس صايمه بكره تخلي الاتوبيسات تمشي وترجعهم 10 كيلو على رجليهم وهم صايمين في عز الصيام وبيتهم في الشارع. ده بس اللي مزعلني، عشان الاخوه السودانيين المحترمين اللي ما سمعوش الفيديو التاني يبقوا فاهمين وجهه نظري، بس عشان في ناس بتتفرج على قطعه صغيره من الفيديو وما فهموش انا اقصد ايه. وتحياتي للشعب السوداني المحترمين المحترمين فقط، اللي بيقل ادبه وبيشتم يعني اللي اقدر ارد عليك بيه ان انا هزق فيك، لكن مش هرد لك الاساءه، مش هشتمك بنفس الشتيمه اللي بتشتم فيها، كفايه انك تتهزق بس. وطبعا اخواتنا السودانيين انا ليا هنا اصحاب سودانيين يمكن اكتر من اي واحد من اللي بيعلقوا دول، يعني انت كسوداني انت بتعلق لي، انا عندي صحاب سودانيين اكتر منك كسوداني وعمري ما هيزعلوا مني وشافوا الفيديو، محدش زعل من كلامي وقابلتهم وقابلوني وبيكلموني وبكلمهم وعايشين هنا في مصر معانا. انا من امبابه على فكره، نصها سودانيين، فعادي يعني وبنتقابل عادي ومفيش اي مشاكل. انا كل اللي مزعلني ان الناس دي هتصوم بكره، ملهاش دعوه بماتش كوره. حتى لو مش هتصوم بكره، دي ناس عندك في بلدك معاهم شيوخ وناس كبيره، ده الواحد بيلاقي راجل كبير معدي الشارع او ست كبيره بيحاول يسندها، ما بيبصش بقى لجنسيتها انت مصريه ولا سودانيه ولا كويتيه ولا سعوديه، بيعديها الطريق او بيعدي الراجل الكبير الطريق لوجه الله تعالى مش لحاجه. وفي الاول والاخر احنا اخوه واولاد عمومه وفي بينا نسب ودم، ما كانش العشم ان الناس دي تترمي وتبات في الشارع من غير لا سحور ولا فطار. هو ده اللي مزعلني بس. وبرضه بنحب الاخوه السودانيين وعلى راسنا من فوق، بس السودانيين المحترمين بس. السلام عليكم.